وفي سؤال كمان بيقول: هل غسيل الأسنان بقوة يضرها أكثر مما ينفعها؟ والحقيقة اللي سأل السؤال ده إنسان محترم جدا، لأن هي فعلا غسيل الأسنان بقوة يضرها أكثر مما ينفعها. والإجابة على السؤال ده ليه بقى بيضرها يا دكتور؟ أولا علشان لما بنغسل جامد جدا جدا ده بيأثر على اللثة تأثير سلبي رهيب، لأنك بتضغط جامد جدا على اللثة فبتزقها بعيد عن الأسنان أو بتجرحها فبتخر دم كتير أو بتبهدلها من الآخر، فبيضر اللثة. دي أول شيء. تاني شيء، أما بنغسل أسناننا وبنضغط جامد قوي على الفرشة ده بيعمل تآكل في طبقة المينا بتاعة الأسنان، وبالتالي بتبص تلاقي الأسنان بقت رقيقة كده أو شفافة أو ضعيفة أو بتسوس بسرعة بسبب إن أنت بتضغط جامد جدا على الفرشة. حضرتك احنا مش داخلين حرب، تمام؟ احنا بنعمل مساج للثه وبنمسحها من بقايا الاكل اللي موجوده حواليها، مش بنليفها. انت فاهم قصدي؟ بالراحه، الموضوع بسيط. خلاص طيب، مش عايزين ننسى طبعا كالعاده نصلي على حبيبنا النبي. واشوف